قبل بداية هذه المواجهة. سنمر بعد قليل مشاهدينا الكرام للتطرق للأسماء التي سيبدأ بها كل مدرب. بالنسبة لغرفة الفار يتواجد فيها جلال جيد وزكريا فريق في هذا الموسم لتحقيق نتائج ممتازة، تحقيق صعود. ينطلق الشوط الأول في هذه الأثناء وتنطلق معه فرص الاحتفاظ بالكرة. مجهود كبير، مجهود خرافي بذله يوسف العمري. هنا التحضير كان قريبا، يسكن الكرة الشباك، يسكن الكرة الشباك محمد روحي. فرحة كبيرة في أقل من دقيقتين اثنتين. الكوكب المراكشي التحضير، هنا الكرة اصطدمت بالقائم. المتابعة كانت حاضرة من محمد روحي الذي يسكن الكرة الشباك. لم يترك أي فرصة لرضا بوناغا، لم يترك أي فرصة لكل المدافعين الحاضرين المتواجدين في منطقة الجزاء. تصبح النتيجة هدف مقابل شيء سيوصلهم لمرمى الحارس جمجمي. يبحثون عن الطريقة التي ستمكنهم من تعديل النتيجة ويسعد العشاق هناك في مدينة مكناس. هنا التسديد خارج الملعب، ركلة مرمى لجمجمي وللكوكب المراكشي. كانت فرصة، كانت محاولة، هكذا بدأوا. كانت تسديدة من محمد أمين حمودي، سدد بقدمه اليمنى. اعتقد محمد روحي هو الذي يتولى مهمة التنفيذ. نعم، روحي اللاعب السابق لنادي اولمبيك اسفي. هنا تنفيذ الكرة الثابتة، يتدخل بوناغا، ضربة رأسية على مرتين. عنان بعد ذلك تمريرة طويلة. هنا التحضير، التسديد، ينجحون، يتمكنون، يسكن الكرة الشباك. هدف التعادل. أبناء مدينة مكناس يردون في الدقيقة رقم 14 من عمر اللقاء ومن عمر الشوط الأول. تسديدة لا تعد بالكثير، بالمزيد من الفرجة والمتعة. سدد بهذه الطريقة من داخل منطقة الجزاء، لم يترك أي فرصة. بهذه الطريقة كان التحضير، لم يكن مراقبا، كان وحيدا. حاول ساليفو الوصول إليه قبل التسديد لكنه لم ينجح ولم يتمكن. تصبح النتيجة متعادلة، هدف لكل فريق، هدف للنادي المكناسي وهدف للكوكب المراكشي. خبر السعيد، الهدف الثاني تنفذ الركنية. كان تنفيذ الركنية بطريقة ذكية، كادت الكرة أن تغالط الحارس محمد جمجمي لكنه كان متيقظا. هنا اللقطة، هنا تنفيذ الركنية، ركنية أخرى للمرة الثانية في هذه المواجهة بالنسبة للكوكب المراكشي. هنا تمرير، كرة لفائدة لمصلحة النادي المكناسي، ضربة رأسية. كان قريبا، كان على وشك التسجيل، كان على وشك إسكان الكرة الشباك. لاعب النادي المكناسي في اللقطة الماضية، في المحاولة الماضية وفي الفرصة الماضية كانت المتابعة من حمودي الذي كان يحتاج للقليل. محاولة أخرى من فرص النادي المكناسي. حمودي، التسديد، الوصول، جول 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 جول. يصلون للمرة الثانية لمرمى الحارس محمد جمجمي الإيفواري من عبد العزيز الدنيبي الذي وجد الوصفة المثالية التي مكنت أبناء مدينة مكناس من العودة في النتيجة. هنا كان التدخل من جمجمي، لا يتحمل المسؤولية جمجمي لأنه من الصعب الإمساك بالكرة بعد تسديدة قوية. الخطأ كان من دفاع الفريق. الهدفان اثنان مقابل هدف وحيد للنادي المكناسي. التسديد، المتابعة من رضا بوناغا الذي يتدخل ويتصدى للتسديدة الماضية. تصدي كان ممتاز من رضا بوناغا، كانت تسديدة بقوة. المتابعة في الوقت المناسب من رضا بوناغا بخبرة من رضا بوناغا. فرصة قد تأتي بالحل، قد تأتي بالهدف الأول. الكرة تصطدم بالعارضة، كان قريبا من التسجيل، من الوصول للشباك. تسديدة على طريقة اللاعبين الكبار، ذكرتني بتسديدة بيرلو. هنا بهذه الطريقة وجونينيو سدد. محمد روحي بحث عن هدفه الثاني في مقابلة اليوم، كان قريبا
كان على وشك التسجيل. المتابعة كانت من بونا في الشوط الثاني. الحكم يعلن عن ركلة جزاء، ركلة جزاء للكوكب المراكشي بطاقة حمراء. قزاز بعد ذلك سيعلن عن القرار النهائي. سمير القزاز يلغي القرار. من يوسف بوعبيد، هنا فرصة للكوكب المراكشي، إمكانية التسديد. تأخر كثيرا كومبوس، سدد. هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة والتسديدة. الكرة اصطدمت باللاعب محمد عنان. الصورة أمامكم واللقطة أمامكم. سالف مسعودي هو الذي يتولى مهمة التنفيذ بهذه الطريقة. إمكانية التسديد بعيدة كل البعد، يخطئ الشباك. لقاء بنتيجة إيجابية. هنا فرصة محاولة للكوكب المراكشي، قد يتمكنون قد يصلون. كومبوس التسديد، رضا بوناغا. إن لم تسجل من هذه الفرصة يا كومبوس، متى ستسجل ومتى ستنجح في مغالطة الحارس رضا بوناغا؟ كنت أمام المرمى، راوغ الجميع، وصل لمنطقة الجزاء. رضا بوناغا يتألق ويتصدى لتسديدة جوزيف الذي كان أمام الشباك وكان أمام المرمى، يضيع فرصة. ضغط كبير ومحاولات كثيرة من الكوكب المراكشي خلال الشوط الثاني. هنا الفرصة في منطقة الجزاء، المرور، التسديد. حارس المرمى كان حاضرا متمركزا متموقعا في المكان المناسب. رضا بوناغا ينجح في التصدي للتسديدة الماضية. هنا اللقطة، هنا الفرصة، كان قريبا، كان على وشك التسجيل هشام مرشاد. الكرة تفتك لكن بسرعة ضاعت، عادت للفريق المضيف للكوكب المراكشي. كومبوس، إمكانية التصويب من جولال، التسديد من جولال بهذه الطريقة، تسديدة. النادي المكناسي يدافع بأكبر عدد من اللاعبين. رضا بوناغا، تسديدة رائعة، تصدي أروع من رضا الذي نجح في إنقاذ الفريق من هدف محقق. هنا اللقطة، هنا الفرصة، مرشاد الذي سدد بقوة. حارس المرمى كان حاضرا متواجدا متألقا مبدعا، ينقذ النادي المكناسي.